يوم 27/11 عيد ميلادي، يعني ورا كم يوم راح أكمل 46 سنة وأدخل في 47. بس حتى لو تضيفوا لها 0 أنا 3 و4 أنتم مو غلطانين، لأن أني قديم، جاي من قديم الزمان وحامل رسالة. وهالمرة الرسالة هالشكل هذا، على شكل ألبوم موسيقي اللي راح ينزل يوم عيد ميلادي. ليش؟ لأنه بلشنا نسجل بالألبوم يوم عيد ميلادي قبل سنة، وهسه جاهز لكي نقدم لكم وتسمعوا. ألبوم تحت اسم آشورايا خاطئة أو الآشوري الجديد أو البداية الجديدة، من بابل إلى آفالون. From Babylon to Avalon. ليش من بابل إلى آفالون؟ لأنه رحلتي كرحلة أي إنسان يبحث عن الحقيقة، تبدأ على أرض الحضارات، أرض آشور وبابل، أرض الرافدين اللي بيها ولد الصوت والغناء والموسيقى والفن والصلاة والنور، وتكمل الرحلة إلى آفالون، مكان الحكمة القديمة بالغرب، مكان للإنسان حتى يبحث في داخله، المكان التي تتواصل الإنسان مع روحه، قلبه والأرض. من بابلون إلى آفالون هي جسر بين الشرق والغرب، بين الماضي والحاضر، بين الحضارة والعفوية وبين العقل والقلب. وهي رسالة تقول: نحن لسنا محصورين بدولة أو بحدود، لأننا أبناء الرحلة، أبناء الطريق، وأبناء الذاكرة الكونية. هذا الألبوم اشتغلناه مع ناس فنانين بحق الكلمة في دول كثيرة وقارات مختلفة. 6 أغاني تحكي عن مأساة وفرحات الشعب، خاصة الشعب العراقي. أغنية الأولى لنتحدث عن الحياة، والثانية حتى لو لم يكن لدينا المال لدينا قلب كبير، والثالثة افتح يا سمسم، والرابعة أناس من الماضي، والخامسة كنت جالسا بجانب النهر، والسادسة الخالق العظيم افتح لنا باب من الرحمة. أرجو أن ينال إعجابكم، خاصة عشاق الفن الأصيل. حبي لكم.